أنا سعيدة. احنا طبعا بنلاحظ السنين بتعدي، العمر بيجري. طيب ازاي ان شاء الله السنة الجاية اللي هي 2026 تكون سنة مختلفة؟ هو فعلا الناس بتعدي السنين عليها، وبيجي في رأس السنة نيو يير بنحتفل بالهيصة والكلام ده من غير ما نحط خطط وأهداف للسنة الجديدة. وعلشان تكون سنة مختلفة لازم نكون محددين وحاطين أهداف لنفسنا هنعمل إيه. وكمان قبل ما نحط الأهداف دي يبقى عندنا كشف حساب مع السنة القديمة، ما نسيبهاش كده وخلاص. عندنا كشف حساب، عملنا ايه سلبيات، عملنا ايه ايجابيات، ايه الحاجه اللي مش مفروض اخدها معايا في 26، وايه الحاجه اللي مفروض ابني عليها واكمل فيها في 26 ان شاء الله. طيب لو حد مثلا في السنه اللي احنا فيها بقى دي اللي هي بعد شويه هتبقى اسمها السنه اللي فاتت، ايوه اللي هي 2025، يعني لو حد كان حصل له مشاكل، حصل له شويه سلبيات، قرارات غلط، يعمل ايه؟ القرارات الغلط دايما كلنا بنغلط، مفيش حد في الدنيا ما بيغلطش. فالقرارات الغلط دايما بنتعلم منها، ما نجلدش نفسنا عليها. مفيش حد ما بيغلطش. وبعدين كل حاجة في حياتنا بتحصل في منها حكمة، يعني مفيش حاجة بتحصل هباء. يعني ممكن حاجة تحصل أنا أشوفها وحشة السنة دي، بس بعد كام سنة بتطلع كويسة. ونحط دايما في دماغنا القصة بتاعت سيدنا موسى والخضر عليهما السلام، ان هما كان في حاجات زي السفينة اللي اتخرمت. السفينة اللي اتخرمت كانت تبدو مشكلة كبيرة، وتبدو ان هي حاجة سيئة للي حصلت لهم، بس في الحقيقة وراها خير وحاجات كتير زي كده. القصة دي هدفها اصلا ان احنا نعرف ان كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعملها ليه منها حكمة، فما نجلدش نفسنا ان حصل حاجة وحشة. تمام. لو حد عمل اخطاء وفضل بقى يأنب نفسه ان هو السبب فيها، يعني انا السبب في الغلطه دي، ما هو ده مش هيفيدنا بحاجه، بالعكس. وبعدين مين ما بيغلطش؟ هو مين ما بيغلطش؟ برضه هستشهد تاني بقصه من قصص الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه احد. المسلمين لما غلطوا غلط شنيع وترتب عليه كارثه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول ايه؟ يعفي عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. يعني مش بس يعفي عنهم ويستغفر لهم، كمان افضل شاورهم. شروطهم طلعت غلط اصلا، بس برضو افضل شاورهم. فمفيش مشكله خالص، اغلط. وليه برضو ربنا، ما كان ممكن ربنا ينصرهم بطريقه عاديه وبتاع، لكن هو ربنا عشان الدين بتاعنا اصلا بيربينا بيعلمنا. فهي تجربه الرسول تجربه حياتيه نقدر نطبقها. عشان كده ما فيش بقى ان احنا ندخل بقى بمعجزه ونقتل لا، لو غلط هيحصل لك كده. وربنا سبحانه وتعالى خلاهم يغلطوا عشان يعرفنا ان الغلط وارد. الغلط وارد، ما نجلدش نفسنا، عادي. طيب خلاص احنا كده اتكلمنا على السنه اللي عدت اللي فاتت. طب بالنسبه بقى للسنه الجديده نخطط لها ازاي؟ السنه الجديده دايما زي ما بقول لحضرتك كده احنا بنستقبلها دايما بان احنا نقزقز لب ونروح بقى نسهر او كده. لا، لازم كشف حسابنا مع السنه القديمه، سلبيات ايجابيات. نحط بقى اهداف للسنه الجديده. السنه الجديده لازم ليها اهداف، اقسمها بقى، اقسم السنه اربع مراحل. كل مرحله احط لها هدف معين علشان ما تتلخبطش الاهداف على بعضها. اهم اهداف بصفه عامه ممكن الناس تركز عليها ممكن تبقى ايه؟ هو طبعا احنا زي ما قلت الاول احنا هنركز بقى ان احنا نعمل اهداف سبيسيفيك محدده، واحط لها جدول زمني. يعني مثلا لو قلت ان انا عايزه، ما اقولش ان انا في سنه 26 هخس، لازم اقول هخس 5 كيلو في 3 شهور، هتابع مع الدكتور الفلاني، هعمل كذا. ده يعني دي قاعده ناخدها علشان اهدافنا ما تكونش كده ايه تروح مننا، تضيع مننا. لو كتبنا اهدافه بس مش هينفع. اهم اهداف بقى السنه الجديده، يعني انا لما فكرت في اهدافي انا شخصيا في السنه الجديده، واهم هدف كل بني ادم يركز عليه انه يعمل من نفسه براند. يعني يعمل من نفسي براند. يعني حضرتك لما بتروحي تشتري ساعه غاليه جدا، براند كبير جدا، اكيد مش عشان تشوفي فيها الوقت.
انت شارياها عشان قيمتها. ف بتعملي فيها ايه لما بتروحي البيت؟ ما بترميهاش في لا الدرج، طبعا بتشيليها بتحطيها بقى، في بتحافظي العلبة. عليها وبتابريشيت، خلاص بتحافظي عليها جدا. فدي اهم حاجه، ان انا بقى اللي ابقى الساعه دي، انا اللي ابقى البراند ده. ما اسمحش لحد يتعامل معايا ويقلل من قيمتي. انا هبقى قيمتي احسن حاجه، هبقى افضل نسخه مني في 2026. طيب ازاي ده؟ بقى انا كويسه وانا جامده وخلاص كده؟ طبعا لا. لازم علشان ابقى احسن نسخه مني، اني ابقى قدوه، ابقى انمي مهاراتي، ابعد عن اي طاقه سلبيه، عن اي حد بيمتص طاقتي. ما اسمحش لحد انه يقلل مني، يتنمر عليا. اعمل قيمه لنفسي بالفعل وبالقول وبكل حاجه، باني فعلا اكون استاهل ابقى البراند دي، ابقى استاهل اني انا اقيم. طب الناس بتحلم، هل كل حلم ممكن يبقى هدف، ولا ممكن في احلام هي احلام أكيد. بس؟ بصي، لازم عشان احلم حلم اكون يكون الحلم ده يمكن تطبيقه. ما بقاش انا رصيدي في البنك 2000 جنيه واقول انا سنه 2026 هوصل لمليار جنيه. يعني هتعب. لازم يكون الحلم قابل للتطبيق. انا هنا قد كده، لا هبقى قد كده، هبقى قد كده، واعمل خطوات محدده اعرف اوصل ليها. ومثلا ما ينفعش اقول انا هروح الجيم ب3 ساعات في اليوم، لما اقول لحضرتك مثلا خطوات تقدري تعمليها. بس طيب موضوع الاهداف ده يعني ممكن يجيب نتيجه عكسيه. يعني لو حد حط هدف مثالي والهدف ده ما تحققش، هيجي له احباط. اكيد. ما عشان كده بقول لازم ان احنا نحط اهداف قابله للتطبيق. ما ينفعش ان انا احط هدف وما اقدرش اعمله. زي ما كده بقول لحضرتك حطي هدف تقدري تحققيه. انا السنه دي انا مثلا قد كده، هبقى قد كده، لكن مش هبقى قد كده. فيعني واحده واحده ونعرف نعمل حاجات قابله للتطبيق. ايه دور العادات الصغيره المستمره في تحقيق الاهداف؟ طبعا دي حاجه كويسه جدا جدا وعبقريه، ان انا زي ما حضرتك بتقولي كده ما نحبطش نفسنا. ما انا امتى احبط نفسي؟ ان اعمل حاجه كبيره. لكن لما اقول انا عايزه اقرا، اقري يا منال 3 صفحات 10 صفحات في اليوم، فعلى ما تيجي اخر السنه اكون قريت كتب كتيره هقدر اعملها. انما لما اقول لنفسي لا انا هقرا كتاب كل اسبوع، مش هعمله، هأحبط. انا هروح الجيم ب3 ساعات، لا امشي ربع ساعه في اليوم، تمام هقدر. اعملي احفظي قرآن جزء كل يوم، لا انا هحفظ حاجه بسيطه، هقرا حاجه يعني اللي اقدر اعمله خطوات صغيره صغيره، على اخر السنه اكون حققت حاجه كبيره. لكن ما ينفعش ان انا احط لنفسي اهداف غير قابله للتحقيق كبيره جدا جدا، فاجي ما اعملش حاجه خالص. طيب النصيحه الاخيره اللي انت ممكن تقوليها لنا في نهايه الفقره؟ يعني انا من تجربتي السنه اللي فاتت دي، ان اهم حاجه ان كل انسان يركز على نفسه. اصل انا مش هصلح الكون. يعني مش هينفع ان انا كل الناس بتبص على غيرها. ده فلان ده فيه العيب كذا، ده دي لو تتصلح، بس دي لو طب ما انا اصلح نفسي، وحضرتك تصلحي نفسك وهو يصلح نفسه وهي تصلح نفسها، هيتصلح الكون كله. فكل واحد يركز على نفسه، على سلبياته يخليها ايجابيات، يتصالح مع نفسه، يتصالح مع المجتمع كله. ما نبقاش مجتمع يعني على طول كده عاملين كده واحنا بنتعامل مع بعض. نقعد نبص لبعض بعين حلوة، ما نبصش بان احنا نتصيد لبعض الاخطاء. وده بيجي بانك تتصالحي مع نفسك، هتلاقي نفسك متصالحة مع الكون ومع الاخرين، وكله هيتصلح. بشكرك جدا، نورتينا. ميرسي. شكرا ليكي. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.